الطمع ساعات بيكون زي النار الصغيرة، تبتدي بشرارة بسيطة ومع الوقت تاكل كل حاجة حواليها، وده اللي حصل في القصة اللي هحكيها لك النهاردة. قصتنا النهاردة عن عيلة كانت عايشة في أمان وستر لحد ما الفلوس قلبت كل حاجة وخلت الأخ يبقى عدو أخوه. خليك معايا لآخر القصة، هتعرف إزاي الطمع ممكن يهد الدنيا على دماغ أصحابها. كان في عيلة بسيطة عايشة في بيت قديم، بيت كله حجر. الأب الحاج سالم راجل طيب عنده ورشة نجارة، معروف في الحارة كلها. الناس كانت بتحبه لأنه كان بيشتغل بإيده وما يحبش ياخد جنيه مش من حقه. ومراته أمينة ست بيت مصرية أصيلة، طول الوقت واقفة في ظهره، ومعاهم ولادهم أحمد الكبير وسامي الصغير وسارة البنت اللي في النص. أحمد كان ابن بار، بيصحى الصبح بدري يروح مع أبوه الورشة يتعلم الصنعة ويقف معاه في الحلوة والمرة. سامي بقى العكس تماما، بيحب القهوة واللعب أكتر ما بيحب الشغل. دايما يقول أنا مش هفضل طول عمري في التراب والنجارة، أنا عايز أبقى كبير بسرعة. وسارة كانت أطيب واحدة فيهم، تحاول دايما تحل أي خلاف وتضحك علشان تهون على أمها وأبوها. الحياة كانت ماشية بسيطة وراضية لحد ما جه اليوم اللي اتغير فيه كل شيء. الحاج سالم رجع من الورشة تعبان جدا، قعد على الكرسي وقال لسارة حاسس إن قلبي مش قادر. بعد كام يوم الراجل مات وساب وراه بيت وأرض وورشة صغيرة. الجنازة كانت حزينة، أحمد واقف متماسك عشان يبقى ظهر لبيته، وسامي دموعه نازلة، بس في عينيه كان في حاجة تانية، كانت في نار جوه قلبه. وبعد أيام من الوفاة بدأ الكلام عن الورث. أحمد قال البيت يتقسم بالعدل بينا. سامي اتنرفز وقال لا، البيت ده حقي أكتر من أي حد، أنا اللي ليا الأولوية. أمينة وقعت في النص تبكي وتقول حرام عليكم، لسه أبوكم مدفون. بس الطمع وقتها كان أقوى من أي نصيحة. سامي بدأ يتغير أكتر، يقعد مع ناس مش كويسة لحد ما قابل محامي نصاب، قال له أنا عايز ورق يثبت إن البيت بتاعي. المحامي ضحك وقال كل حاجة ليها حل بالفلوس، وفعلا بدأوا يعملوا ورق مزور. أحمد اكتشف الحكاية، مسك أخوه وقال له أنت بتزور عشان تاخد حقنا؟ أنت مجنون؟ سامي رد ببرود أنا باخد حقي وبس، طول عمرك عايز تبقى أنت الكبير والمسيطر. المواجهة كانت نار، الأم وقعت على الأرض من البكاء، وسارة حاولت تمسك ايد إخواتها لكن محدش كان سامع. وفي لحظة طيش سامي باع نص البيت من وراهم، باعوا الغريب. البيت اللي كان بيتلموا فيه كلهم اتقسم نصين، نص للعيلة ونص الراجل غريب. أحمد مش قادر يستحمل، خد بعضه وخرج من البيت، قال لأمه مش قادر أعيش وسط الخيانة. الأم عاشت في حزن كبير ومرضها زاد من الزعل. سامي افتكر نفسه كسب، لكن الدنيا دارت عليه. اللي اشترى نص البيت بدأ يضغط عليه، وفي الآخر خد منه كل حاجة. سامي لقى نفسه مطرود، من غير بيت ومن غير أهل ومن غير حتى الفلوس اللي باع بيها. الأم ماتت من كتر الحزن والجنازة جمعتهم تاني. أحمد واقف بعيد قلبه متحجر من الوجع. سامي وقع على الأرض يبكي ويقول سامحيني يا أمي. سارة بصت له وقالت أنت خسرت كل حاجة حتى نفسك. وهنا القصة خلصت، بس الحقيقة إنها لسه عايشة وسطنا، لأن الطمع مش بس بيكسر البيوت، الطمع بيكسر الروح. قولي في الكومنتات تحب تقول إيه لسامي، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.